مش عايز تاكل مع عمو عماد؟ تقعد هو وصديقه الصامت وتاكل معاه؟ طب ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ وتفتكر ايه سر تعلقنا بشخصيه عمو عماد وفيديوهات الدهان؟ تعالى اما احكي لك يا فنان. هوك ولا بلوك؟ دي سيريز جديده هنشوف فيها تريكات في الماركتنج وهنقيمها سوا. هوك ولا بلوك؟ الدهان عمل طريقه صايعه قوي بقت ريفرنس الناس كتيره، بداوا يصوروا كونتنت مختلف تماما كلنا ارتبطنا بيه، بدايه من طريقه التصوير البي او في اللي بتقربك وبتنقلك للتجربه كانك قاعد معاهم على الترابيزه بالظبط. وبالتالي بقى عندنا شخصيه صديقي الصامت، شخصيه مكتوبه بايه الحاجه اللي بتحبها وايه الطريقه اللي بتتكلم بيها وايه الطريقه اللي بتحاور بيها شخصيه عمو عماد، واللي بشكل غير مباشر عايز يقولك انه صديقه الصامت ده هو انت، لانك حاسس انك قاعد معاهم على الترابيزه مكانه بالظبط. ودي فايده طريقه التصوير البي او في. وبعدين شخصيه عمو عماد اللي دايما هيظهر عليك بلبسه اللي عمره ما هيختلف، دايما هتلاقيه لابس بدله شكلها شيك، طريقته حلوه، ضحكته جميله، ودايما حضوره باين. والاهم من كل ده انك هتعيش معاه قصص عن شخصيته الحقيقيه، زي مثلا ان هو بيخاف من البحر وعمره ما ركب مركب، بس هتشوف فيديو من الفيديوهات وهو صديقه الصامت واخده في مركب في النيل وبيجيب له اكل وبيلففه في خروجه جميله جدا انبسطنا كلنا بيها. فيديو حقق مشاهدات عاليه جدا. والاهم من كل ده ان كل حاجه مرتبطه بالبراند بتاعهم. النقطه اللي عجباني اكتر قوي الفتره الاخيره هي استضافتهم للناس، بداوا يستضيفوا شباب يكونوا معاهم ويحضروا معاهم الاكل ده، وكمان يكرموا شباب خدوا انجازات وحققوا بطولات. فانا بالنسبه لي الدهان هحطه في قائمه هوك جدا. ومن موقعي هذا احب اوجه تحيه كبيره جدا لتيم الماركتنج عند الدهان، واتمنى ان اقابل صديقي الصامت وعمو عماد، لان حقيقي انا بحبهم جدا. وبس يا فنان، ما تنساش انك تعمل لي متابعه وتقول لي ايه رايك في السلسله الجديده، والاهم انك تعمل لي منشن في اي كامبين او كونتنت عشان اقول لك هو هوك ولا في البلوك.